إذا أراد المنتخب المغربي الفوز على اسكتلندا، فأرى أن الحل الأمثل هو اللعب بطريقة 4-3-3 مع الاعتماد على الاستحواذ السريع واستغلال الأطراف. في حراسة المرمى لا يوجد نقاش، ياسين بونو هو الخيار الأول بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على قيادة الخط الخلفي. في الدفاع أشرف حكيمي ظهيراً أيمن ونصير مزراوي ظهيراً أيسر، بينما يتكون قلب الدفاع من شادي رياض ومروان سعدان. في وسط الميدان أرى أن سفيان أمرابط يجب أن يلعب كلاعب ارتكاز دفاعي أمام المدافعين، لأنه يمنح التوازن للفريق ويغطي المساحات التي يتركها حكيمي ومزراوي أثناء التقدم. أمامه أيوب بوعدي وعز الدين أناحي. بوعدي يمتلك القدرة على الخروج بالكرة تحت الضغط، بينما أناحي يملك الجودة اللازمة لربط الوسط بالهجوم وصناعة الفرص. أما في الخط الأمامي فسأعتمد على إبراهيم دياز في الجهة اليمنى وسفيان رحيمي في الجهة اليسرى، مع أيوب الكعبي كرأس حربة صريح. تكتيكياً أعتقد أن مفتاح المباراة سيكون في استغلال المساحات خلف ظهيري اسكتلندا. حكيمي ومزراوي يجب أن يتقدما باستمرار لخلق زيادة عددية على الأطراف، بينما يتحرك دياز ورحيمي إلى العمق لفتح المساحات. كما أن وجود أمرابط خلف بوعادي وأناحي سيمنح المنتخب المغربي حرية أكبر في الهجوم دون الخوف من المرتدات. إذا نجح المغرب في فرض الاستحواذ ومنع اسكتلندا من الاعتماد على الكرات الطويلة والكرات الثابتة، فإن فرصة الفوز ستكون كبيرة جداً. بالنسبة لي، التشكيلة المثالية هي بونو، حكيمي، شادي رياض، مروان سعدان، مزراوي أمرابط، بوعادي أناحي، إبراهيم دياز، أيوب الكعبي، سفيان رحيمي. هذه التشكيلة تجمع بين الخبرة والسرعة والقدرة على صناعة اللعب، وهي الأقرب لتحقيق الفوز إذا ظهر اللاعبون بمستواهم الحقيقي.